خلينا نكونوا واقعيين. كاع اللي مطفروا دارها بزاف. بيل جيتس تزاد في عائله لاباس عليها ودخل مدرسه خاصه اللي كانت من القلائل اللي عندهم حواسيب ديك الساعه. مستر بيست لقى يوتيوب اصلا كاين وكنت زاد قبل ما كناش نسمعوا به. كلشي كان عنده الزهر في شي حاجه، سواء في البلاد فين تزادوا التوقيت فاش تزادوا حتى الظروف اللي كبروا فيها. داكشي علاش الفيديو ديال اليوم غيكون على الزهر، وغنشوفوا واش باش تطفروا خاصك تسنى داك عمك اللي لاباس عليه باش يموت وتورثو، ولا خاصك تنوض تخدم على راسك وتقاتل. Many people get offended if you point out how big a role chance plays in their success. And I get it. If we are just a product of our circumstances, then our hard work and our talent seem to count for nothing. البلاصه فين تزاديتي، الظروف اللي كبرتي فيها، وشكون هما والديك، هذا هو الزهر. مجموعه ديال الظروف اللي خارجه على الاراده ديالك واللي كتساهم بشكل او باخر في النجاح ديالك. ولكن الزهر ماشي هو الحاجه الوحيده اللي كيفاش ماشي الحاجه الوحيده؟ الحياه كامله غزار. دابا قول لي كون ما تزاجوش دوك الثلاثه اللي داروا يوتيوب كنا غنسمعوا مستر بيس مثلا. يعني السيد عنده الزهر فقط حيت لقى يوتيوب كاين فعلا. ولكن هاد الثلاثه ما تزادوش فقط في العالم اللي فيه مستر بيست، مع ذلك سمعنا مستر بيست وما سمعناش بك انت مثلا. كيفاش؟ اليوتيوب لقيناه كاملين، يعني كاملين عندنا الزهر. ولكن مستر بيست على عكسك انت دار قناه وبدا كيصور وكيلوح حتى وصل للبلاصه اللي فيها دابا. يعني الزهر كان طرف من القصه، ولكن الخدمه ديالو كانت سبب في النجاح اللي وصل ليه كذلك. واخا وبيل جيتس اللي تعطاتو الفرصه باش يستعمل الاورديناتور وهو في 13 عام، وديك الساعه مازال التكنولوجيا ما وصلت للتطور اللي وصلت ليه دابا، فيها ما يدار. يعني كان عنده الزهر، ماشي كلشي كانت عنده نفس الفرصه وفي نفس العمر. عندك الحق، ولكن في نفس الوقت بيل جيتس ما كانش الوحيد اللي تعطاتو ديك الفرصه. واخا هكاك ماشي كلشي حقق النجاح اللي حققه بيل جيتس. واش دابا انت ضروري كاع اللي تعطاتهم نفس الفرصه خاص يديروا شركه كبيره التكنولوجيا ويديروا الملاير باش يتسموا ناجحين؟ لا ماشي بالضروره. ملي كنقول النجاح كنقصد انه ديك الرغبه اللي عندك في الحياه حققتيها ووصلتي للحاجه اللي كتخليك مقتنع انك وليتي ناجح، وماشي بالضروره يكون نجاح متعلق بالفلوس. باش كنقول بيل جيتس نجح ما كنقصدش فقط انه دار الفلوس، انما كنقصد انه دار داك الشيء اللي بغى واختار شي حاجه جديده. اما الفلوس كانوا غير نتيجه. وفاش كنعطي به مثال هو وناس اخرين فراه غير باش نوصل لك الفكره ديال انه شوف هاد الناس احلامهم قداش وصلوا ليها، وشوف انت احلامك واخا بسيطه وباقي بلاصتك. هذا ما كان. واخا نفترضوا دابا واحد مثلا شحال هادي ربح اللوطو فلوس صحيحه وخلاتو يحقق الحلم ديالو هو انه يدير لاباس مثلا. الا مشينا مع هضرتك فراه ماشي غير هو اللي كان في هذا العالم في ديك الوقيته، ولكن هو استغل الفرصه مشى شارك ونجح. وانا وانت والعالم كامل متفق على ان هذا النجاح جاب الزهر لا غير. اذا عطينا الفرق بين هذا الشيء والتخربيق اللي قلتي قبل. دابا في نظرك هاد السيدي قد يعاود نفس الانجاز شحال من مره؟ بطبيعه الحال لا. بيل جيتس قد يعاود يدير مشروع وينجح فيه، ومستر بيست قد يدير قناه ويعاود يطلعها. حيت اولا الزهر ما كانش العامل الوحيد في القصه، وثانيا الزهر عامل خارجي ما كنتحكموش فيه، وثالثا حيت نسبه المساهمه الزهر في نجاح القصه في غالبيه الاحيان كيكون قل من نسبه المساهمه ديال عوامل اخرين بحال الذكاء والخدمه والانضباط والمهارات الى اخره. دابا الا ساليتي دير معايا واحد مزيان Get out of here. Get out of here, man. في هاد الفقره نحاولوا نشوفوا الزهر من زاويه اخرى، وغنديك معايا الحلقه 23 من الانمي الرياضي بلولا. باختصار في هاد الحلقه تلاقاو جوج فروق في ماتش، والفرقه اللي وصلت لخمسه الاهداف هي الاولى هي الرابحه. الماتش في واحد المرحله وصل للتعادل 4-4، وهكا يكون بقى فقط هدف واحد واللي ماركاه يربح الماتش. هنا في واحد اللقطه اللاعب 15 من الفرقه الحمراء باتشيرا عنده الكره وقدامه جوج د اللعابه واللي غيدوز بيناتهم بسهوله وغينفرد بالحارس. رقم 15 من الفريق الابيض ايساغي بحكم انه عارف مزيان باتشيرا حيت فايت ليه لعب معاه، وبطبيعه الحال كان عارفو غيدوز. داكشي علاش جرى وراه قبل ما يدريبلي اللعابه اللي كانوا قدامه، وهكا جا تبعو في اللحظه اللي كان يتيري فيها مد رجلو وضربات فيها الكره طارته بشكل عشوائي طاحت في واحد البلاصه واللي تصادف انها نفس البلاصه اللي كان فيها الرقم واحد من الفريق الحمراء. هنا الامور واضحه وضوح الشمس والفرقه الحمراء ربحات بالزهر. دابا خلينا نشوفوا البيت من زاويه اخرى. باتشيرا في اللحظه فاش داز وسط الديفونس مساد اللعابه اللي كانوا قراب ليه واللي كانوا جوج منهم ما فرقسوا كاملين وقفوا كيتسناو يماركي من غير ايساغي كما ذكرنا سابقا. ولكن اللاعب الاخر اللي ما شفناش هو اللاعب رقم واحد واللي جرى وراء ايساغي بافتراض منه ان ديك الكره تقدر ما تماركاش ويقد يحبسها. وهنا غيجينا نفس السؤال اللي سولوه ايساغي. ボールがそこに落ちてきたのはたまたまだろ。誰のところにも落ちる可能性はあったじゃん。 وفعلا عنده الصح، ولكن نفترضوا ان اللاعب رقم واحد حبس بحال اللعابه الاخرين. حتى في هذه الحاله كانت تجي الكره جهته، ولكن الفرق هنا هو انه في ديك البلاصه كان الدفاع قاد يوصل ليه قبل ما يتيري. داكشي اللي زاد شويه لقدام وتبوزيسيونا في البلاصه اللي بانت ليه مناسبه وتسنى الزهر ديالو. وغا باش نوضحوا واحد الحاجه، اللاعب رقم واحد ما كيشوفش المستقبل، وبطبيعه الحال ما عارفش واش الكره كانت غتجي تما. ولكن اللي كنعرفوا هو انه الا صدقات وكان عنده الزهر وجات الكره في ديك البلاصه فراه حسن تلقاه موجد في افضل وضعيه باش يستغل الفرصه. ونفس البلان في الحياه بصفه عامه، الزهر اولا الفرصه راه جايه سواء كنتي واجد او لا. お前はまだこの結果がただの偶然だと泣きわめくか。運に翻弄されているうちはまだ二流だ。視力を尽くしたなら胸を張れ。その先に待つ偶然の結果を受け入れて刻む人間になれ。真に戦う人間にのみ
運は平等に降り続ける。 دابا الا بغيت ننجح واش خاصني غزر ولا خاصني نتقاتل ونخدم؟ والجواب انت محتاجهم بجوج. فانت مثلا كواحد غاضيع في الحياه الزهر اللي تتسناه هو اللي دويت عليه في الاول وهو شي ورثه صحيحه اللي ما ضربتيش عليها تماره، وهذا النوع الزهر قليل فاش كيجي ويقدر ما يجيش كاع. اما بالنسبه للناس اللي كيحطوا راسهم في شي مجال وكيطوروا راسهم فيه نهار على نهار فراه بلا ما يعيقوا كيحطوا راسهم في الطريق اللي كدوز منها الفرصه. ولكن بما انك ما تتحكمش في الزهر او الفرصه فما عليك الا تخدم على راسك وتطور من المهارات ديالك باش نهار اللي زهرك يلقاك وارد.